يا الله، مين هاد مهران كمان؟ سفير النوايا الحسنة؟ بس والله قدر يصالحنا. ليش حتى تسمح له؟ يعني معقول تقبل تتصالح مع هاي العالم؟ شوفت عينك وقفت الضيعة جنبه، وحضرتك دفعت مصاري المشفى كلها. شو أعمل؟ اترك الأمور على حالها؟ لازم نضمن يرجع أخي سعدو بأمان. ليش بتحكي بهالطريقة؟ بس القصة ما رح تنتهي هيك يا أغا. شو قصدك بهالحكي؟ أنا نهيت القصة. بيقول المثل بوس الإيد يلي ما فيك عليها. أنت عم تحكي هالحكي؟ لا تكتر حكي يا عبد الله. أنا هلأ همي شي تاني. سعده مو مبين يا آغا. هاد شكله زياد إجا بوقته، لازم نخلص عليه. إذا قوصته كأنك قوصت على سعدو، ما منقدر نعمل شي حتى نستلم سعدو. بعدين شو عرفك إنه لحاله؟ ما بعرف آغا. عبد الله، حسب الاتفاق والكلام اللي صار مع مهران، لحد هلا انتم ما لبيتوا مطالبي. سعدو بيعيش، بس رح تتخلوا عن المصاري يلي حطيتوها، او بالاحرى اللي طلعتوها من السد ومن الارض اللي اشتريتوها من الناس. أنت أكتر واحد واقف بوش هي الخدمة. لو عملت هالحركة من قبل. انا بعمري ما كنت بوشي بيخدم الضيعة، وبعمري ما رح كون. بس كمان أنا ما بدي يكون تحت أمركن. سعدو رح يرجع. وبالنسبة إلك عبد الله، هي آخر مرة بشوفك بحياتك ما تواجهني، لا أنت ولا كلابك. أنت عم تغلط. صدقني زياد ما بصير تحط اللوم علينا بكل شي صار. نفذنا كل شي بدك إياه، شو لسه بدك؟ بعمرن الكرامة والشرف ما عادلوا العار والأفعال السيئة يا عبد الله، وهالحكي ما بينطبق على سعدو بس بينطبق عليك. يلا روح، ما بدي اشوف وشك. دي سعدو أغا. أغا. سعدو أغا، كيفك يا أغا؟ اتركوني، لا حدا يلحقني. وقف يا أغا، أنا بساعدك. اتركني.
زياد 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 زياد، انت عملت صلح يا زياد مع الناس اللي قلبهم اسود. انت عملت صلح يا زياد. هي محمد نايم ومرتاح ليكو هنيك. محمد نايم ومرتاح يا زياد. زياد ليكو محمد نايم ومرتاح هنيك، وأنا ارتحت يا زياد. صرت سفير السلام يا زياد. زياد صدقيني جرحك لساته مخبى بقلبي لهلأ. انت وردة نيرميكان وعروسة بريجة الشجاعة. بكل مرة بشوفك بينزف الجرح اللي ما اندمل. زياد، انت طلعت أحسن من يلي بيحكوا عنك. عن جد انت قدرت تأمن السلام والأمان لكل الضيعة، وكمان خليت الكل يتفاجئوا فيك. حتى طلابي كانوا يحكوا عن قصص الانتقام والدم، بس هلأ عم يحكوا عن السلام. هذا غير اللمعة يلي بعيون عرفات، بطل يحكي عن الانتقام لأبوه. حتى عرفات بذاته ما عاد يفكر بالانتقام والقتل، وبده يدرس. الفضل كله إلك. استاذة، صدقيني أنا كتير حابب أقعد وأتعرف عليكي أكتر من هيك، وكل الكلام يلي قلتيه شهادة بعتز فيها، بس لسه ما خلصنا. المهمة الأكبر لإلك تعلميهم وتفهميهم. الأنسة دانيا اللي قبلك ضلت تحارب الجهل والتخلف، بس الأيادي الشريرة منعتها، وبجوز أنت كمان تروحي، وبجوز يجي غيرك. حاربي يا أنسة، لا تخافي من شي، وطول ما أنا موجود لا تاكلي هم. يا الله. تعرف يا زياد، من ورا كلامك الحلو رح أنسى أسألك عن هيلين. كان بدي أعرف الحقيقة منك. يعني لو ماتت هيلين كنتوا رح توافقوا على الصلح وقتها؟ إذا جاوبتك رح تقتنعي بكلامي؟ قليلي شو رح نستفيد إذا قتلنا سعده بداله؟ رح أختار السلام. شو ما كان الظرف أو الوضع لازم نلاقي فسحة أمل. عم بسعى لهالشي. شكراً إلك. العفو، أنا اللي بتشكرك. زياد، شو ما حكيت ما بوفيك على الخبر اللي عملته. ما حكيت قبل، بس اللي غيروا تعيين الآنسة دانيا بيقدروا يغيروا تعييني كمان. وأنا اعترضت وقدمت استقالتي، وما رح روح. شجاعتك عطتني قوة كبيرة. عرفات كان عنده سؤال من شوي، سألني يعني أنت رح تشتغل هون ببلاش؟ إيه ابني، هلأ رح أشتغل هون ببلاش، بس اللي بدي إياك تعرفه أنا أخذت القرار بسبب نخوة خالك زياد. أستاذ، رح يرجعوا يعينوك هون. روح واسحاب الاستقالة، والباقي علي أنا. آغا، أخذت القرار المناسب، ويمكن هذا أحسن قرار بتاخده، ومنتمنى يكون وجع بنتنا هيلين آخر أوجاعنا. إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل سيدي، الحاج هون والمختار السابق. أهلا مرحبا وسهلا. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا أهلا مرحبا. فيك. تفضل اقعد. أنا ما عندي كتير وقت، لازم أمرق على الضيعة الثانية. جيت خبركم بقرار المحكمة إن شاء الله جبت لنا خبر منيح. بعد اللي صار بالفترة الأخيرة، ولحتى يطلع قرار المحكمة بالوقت الحالي فيكم ترجعوا لعيالكم، بس ما فيكم تهاجروا لحتى يطلع القرار. ما بنقدر نقبل هذا الحكي، لأنه هي الجبال هي وصية أسلافنا وجدودنا لإلنا، والمقابر اللي على التلال دليل على هذا الحكي. مختار، هذا الحكي مو مزبوط. بالوقت الحالي المهم إني أنقل هالخبر لعندكم. اسمعوا،
الهضاب مو للتسلق. 1 هارغوسو، 2 إيكابالاداشي، 3 كارا، 4 هزار، 5 شيشيك. هضاب للتسلق: 1 دلوق، 2 ياندي جولان، 3 ساري شيشيك، 4 سمينشات. بيصير هالحكي حضرتك؟ سيادتك هالقرار راح يدمر كل الحيوانات. اللي عم يربي الماشية بهالبلد هو نحن، ما ضل غير 3-4 عشاير بس. وهذا القرار ما بيعني إنه ننقل حيواناتنا على التلة، لا بالعكس، هالقرار بيعني ننقلهم على المسلخ. وبعدين اللي رفعوا الدعوة علينا ما لهم علاقة بترباية الحيوانات. إذا هيك القرار راح نوصل الموضوع لأنقرة. أستاذ، رح يطلع بوشنا ناس ما تأيد السلام. نحن لازم نمنع خدع هالناس. تحذير العالم من واجبك. انت لازم توضح لهم الشي الصح. لا تاكل هم. بعدين نحن شغلنا مو بس عبادة، كمان خدمة هالعالم. بالنسبة إلي خدمة الشعب هي خدمة الحق. طيب خليني امشي هلأ. طيب. طلباتكم خارج نطاق صلاحيتي. ايه طيب، عن إذنكم. الله معك. بالإذن. شكرا السلامة، حضرة يلا الضابط. تضلوا بخير. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. خير إن شاء الله حاج. ليكو جابوا لنا القرار الجديد، جابني اياه الشرطي. لا ناقتنا ولا جملنا. حل هي المشكلة ما بيصير إلا بالموت أو بالقتل بس، ونحن كمان عنا أعداء وسفكنا الدم وضحينا بحالنا وبحياتنا ما نزلينا بهي الطريقة. ما دام رح تتصرف هيك ليش لا تاخذني معك؟ أنا بدي انتقم لحالي. شو عم تحكي يا حمود؟ أنا صار لي سنين عم عاني من ورا هدول الأخوات. لك يا أخي صار لي سنين عم بركض وراهن، ومن وراهن ما عاد حدا بيحبني، وكل هالتعب راح على الفاضي. عملوا سلام، خلص صار الوقت المناسب لأتركهم. وبصراحة أنا عم فكر مثلك، نحن ما قلنا علاقة بهالسلام. شوف لقيت لك حلفاء جداد، العالم اللي بدي أعرفك عليهم هلأ صار لهم سنين عم يلحقوا لزياد. عرفت من مصادري الخاصة، وانت أدرى بمصلحتك. أصلا أنا أدري إني وصل أخبار، ما في مجال. لا تقول إني ما قلت لك. الطاحونة ما بتشتغل بهالوقت من الليل. هالمرة على شو قاعد عم تخطط عبد الله؟ آغا، والله زعلنا على أخونا حمود، يعني نحن جبناه لعنا وورطناه بقضيتنا كمان. بس هو عم يقول إنه بده يروح هلأ، إذا بدك اسأله. شو يا حمود؟ بدك تترك الشغل معنا؟ أنا ما بلشت بالشغل لأترك، أنا رايح. لك اهدى شوي، خلص الصباح رباح. تعال معي خلينا نريح شوي، يلا. إذا صار شي على أولادنا بصير على أماني. ليش أماني ما أنا مثل أولادنا؟ ما كانت وقت كنت بالحبس؟ دايما بتأذي قلوب العالم يا زياد. أنا ما عم صدق، أماني طفلة ما فيك تفرقها عنا. فيك تروح لوين ما بدك، إذا على الحبس أو لعند مهران. إلا توطي صوتها بلا ما يسمع الآغا. شو عم تعملي؟ بلا ما يسمعك، يلا نمشي. شوف إذا ما تخليت عن هذا القرار أنا رح روح وخبره للحج. يلا بنتي لا تخلي العالم تستنى. لا تعمل هيك فيني، عم تتصرف غلط. تمام أختي، تعالي معي. إيدك. تسلمي يا بنتي. حجي الله يرضى عليك يا بنتي. نشوفكم تسلم. بخير. حاج شكرا. زياد، سلام شيخنا. بالإذن. توصلوا بالسلامة إن شاء الله. بدك شي زياد؟ سوقوا على مهلكم. الله معكم، لا تنسى أماني ولا بأمانتك يهمك. هلأ. يلا توصلوا بالسلامة.
يعني بفضل زياد قدرت اجتمع ببنتي وخلصنا من الأيام السيئة. انتوا ريحوا لي راسكن. كنت معصب منه بس أثبت إنه رجال عن حقه حقيق. زياد، لا تزعجها لجوري، وهي كمان إنسان وبتقدر تحب، وأنا حبيت يا زياد. طلع بحالتي زياد، طلع بحالتي، وأنت رح توصل لهالحالة، رح شوف حالتي. اتقي الله يا زياد، لا تزعل جوري وإلا رح تصير مثلي. لازم تدير بالك عليها، انت ما عم تشوف الحقيقة، رح تجن وتصير مثلي. طلع فيني زياد، اطلع، بترجاك يا زياد. إذا قلت هيك معناتها هالحكي صح يا أخي، أنت كلامك ثقة. بتمنى من قلبي إنه أماني تشوف أيام أحلى. شو ما كان الوضع منضل أهل وقرايب. أكيد نحن أهل، وأختي زعلانة على الفاضي. الوضع هيك، وأماني فيها تجي لهون إمتى ما بدها، وكمان بهالطريقة منزيد الروابط بيناتنا. هالطفلة ربيت هون، بترجاكن، هي صارت قطعة منا، لا تاخدوها الله يخليكن. بكفي يا بنتي، فيها تجي لهون ايمت ما بدها، وفيك تروحي لعندها ايمت ما بدك. نحن بابنا مفتوح، ويلي بيقولوا أخي زياد رح يصيروا بس، ونحن ما فينا نكسر كلمته. رح نداريها برموش عيوننا، لا تاكلوا همها. يلا لا يلا تعالي. ما بدي. يلا يلا لا تتركيني، اتركني، لا تتخلوا عني. يلا بتوصونا بشي؟ تعالي يا عمري. يلا بخاطرك. بالإذن منكم. مع السلامة. الله معك يا بنتي. خلص بعدي يا بنتي، اهدي، روقي روقي. طولي بالك يا بنتي، روقي الله يرضى عليكي. لوين رايحين؟ رايحين لعنا، لا تخافي. هلأ منروح، ورح يكون عندك رفقات هنيك، ورح يجي عمك زياد لعنا، ورح يحبك. وبعدين وين رح يجي؟ رح يجي بأقرب وقت وحياتك. هلأ ناطرنا؟ أكيد.
شو قصتك حابس حالك بالبيت لا فوتة ولا طلعة؟ مو أحسن لك تطلع تغير جو؟ ما بيصير شب حليوة مثلك يقعد هيك ويسكر على حاله الباب مثل النسوان. لا تزود علي يا عبد الله، اتركني بحالي. شو صار له؟ والله ما حكيت شي غلط. خالي خدني بكرة على المستشفى. لنعرف شو عنا بكرة. ماشي؟ سلامتك. تسلمي. اللي سواه جبرائيل آغا مو قليل، وبنته بتتقل بالذهب. كنت عم قول لازم يتدخل الحاج ويطلب جوري لزياد. بهالطريقة منكون خففنا من وجهه شوي. بس كتير صعب انه نقنعه. صح حكيك، بس كمان زياد بحبها لجوري. يعني عم تقولي بيحبها وكأنك ما بتعرفي أخوك زياد بالمرة. جوري حكت معه وفكرت مثلنا كمان. بكل الأحوال ما لازم نتركها لحتى يقتنع زياد. بس ما بيصير نتركه على كيفه. هالمرة نحن اللي لازم ننصحه، لازم نقنعه. معكن حق، لازم نحل الموضوع. علي شير خلينا نجيب شاي. انتو بدكن شاي؟ سلمون. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك. جيبوا لنا شاي بسرعة. لا توقف راسي. جيب كرسي. أنا قلت لك من قبل، يعني ما في شي بيحط عبد الله ايده فيه إلا وما بيزبط. وهي هلا أنا جمعتكم مع بعض، وحدوا رأيكم وتناقشوا واجمعوا قوتكم. تنتقم لأخوك وأنت بتنتقم لأبوك كمان. لا تضيعوا الفرصة، أنتوا ما شفتوني ولا بتعرفوني من اليوم ورايح. وشكور آغا ما بيعرف شي عن الموضوع. قول للآغا هلأ الباقي عليك. هذا أنت وهذا هو. امشي لهلا. الرجال خبرني عنك، اطلع فيني. أنا بكل عمري ما مشيت على أوامر حدا بهالدنيا، وماني من الناس اللي بتتصرف من تحت لتحت. احكي كل شي بصراحة. اللي زياد خصمك؟ ايه زياد خصمي. تمام، معناها أخي بشار معك هلأ. أنا بنتقم لأبي وأنت كمان بتنتقم لأخوك، وهلأ الخيار إلك، تروح أو تضل. ضالل. أخي كتار ربيوا أيتام وأنا منهم، وبعرف كتير منيح شو شعور اليتيم. ومثل ما بتعرف أنا مسكت بإيد زياد. نحن ما عنا أعداء، وما في قاعدة بتفرض عليك ما تتزوج يا أخي. أنت لازمك مرة تعتني بأماني وتطبخ لك وتنظف لك بيتك وتربي لك أولادك. شوف أخي، مو سهل تلاقي أم لأولادك بيروح المنيح وبيجي السيء. وبصراحة أنا عم فكر بهالموضوع. بعد ما وصلت لهالعمر، إذا بدنا نجيب ست على هالبيت فالأفضل أنت تتزوج. وزياد لما بتطلع هيلين من المشفى رح يرجع لعند عيلته. ايه والله عم تقول الحقيقة، هيك أحسن. يعني لازم يأمن عليهم قبل أي شيء. أماني لا تبعدي كتير. تمام. يا جماعة، ما في حدا من قرايبنا مناسب للزواج من بنتنا جوري، معقول نعطيها للغريب؟ جوري من البنات المحترمين والمحبوبين كتير كمان، غير إنها بنت الأخ جبرائيل. ما بدنا تروح لشاب غريب عنا. أنا هذا اللي عندي. عمي عباس معه حق. يعني لحد اليوم ما أعطينا بنات لحدا غريب ولا حتى من برات جماعتنا. هذا الحكي أنا بعرفه. هلأ احتمال يكون هالشي غلط، بس هيك عاداتنا وتقاليدنا. إنك تعطي بنت عشيرتك لحدا من غير عشيرة مو كتير مقبول هالشي بمجتمعنا. لازم نفكر منيح. ابن أخي معه حق. ما بيصير تحكوا هالكلام من ورا ظهره لجبرائيل.
يعني انتو كبار ووجهاء العشيرة، لازم نحكي بصراحة وعلينا ننبهه، وبالنهاية هذا الشي بيخصه. ما بعرف شو الطريقة بس لازم نقول له. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا عدوا. مرحبا. أهلا. مرحبا. مرحبا. يا جماعة، الفترة الماضية كتر اللت والعجن وكتير انحكى بالموضوع، وأنا حبيت أحكي بهالقصة بحضور الجميع. بصراحة ماني ملاقيتها مناسبة إنه بنت حضرتك تروح لحدا غريب وما تمشي على العادات والتقاليد. طيب انت برأيك القرار اللي اخذته كان صحيح؟ برأيي لازم تعيد حساباتك، فكر بعواقب الموضوع. بجوز تعرف غلطك وتتراجع عنه. أكيد أنا فكرت بالموضوع كتير منيح. اسمعوني شوي. هذا القرار أنا ما أخذته فجأة، لا بالعكس. بعدين هذا الرجال زلمة بكل معنى الكلمة، شاب قد حاله، وقف بوش الظالم بدون أي تردد، ووقف بجنب المظلومين، وكلمته ما بتصير تنتين. شجاع، صادق، وبطل للحق والكرامة، وهي كلها من قيمنا وعاداتنا يلي تربينا عليها، ونحن مستحيل نكون عائق بوش هيك عالم قلبها لله ومحترمة وبتعرف الحق. وبيجي وقت على الإنسان بلاقي تجاوز العادات هو الصح. وهلأ بعد هالكلام برأيكم خياري غلط؟ لا معك حق. مرحبا، كيفك أخي؟ نشكر الله. بنتي لوين بدك تروحي هلا لحالك؟ اتركيني. يلا هلا بتضيعي يا بنتي، تعالي معي بترجاكي امشي. يوسف اتركيني. يوسف تعال ساعدني. يلا يلا اتركيني. حاجة يا بنتي تعملي هيك؟ ما بدي تركوني بحالي. ما عم اقدر احملك. اهدي. يلا تعالي بنتي معي. تعالي يا بنتي وحاجتك شو صار لك؟ خلص روقي ماشي. ما بدي تركوني بحالي. يلا امشي معي حبيبتي. انا ما يوسف بدي تعال ساعدني. وين رحت؟ حالي خلوني روح. تعال احملها عني هالكتني. بعدي عني. خلص اهدي. ما بعرف شو صار لها عم تبكي. اهدي. طلعي فيني يا بنتي، حاجتك بقى بكي. خلص حبيبتي بكفي. ما بدي. رح اخذك على خلصي اليمين. ما بدي. انت بنت عاقله، حاجتك يا حبيبتي. ما بدي. خلص بعد عني. بعد عني. رح خلصنا اخذك على عملت الجبل. اتركني. خلص روقي حبيبتي روقي. بعد يلا عني. حاج تبكي. خلصنا رح اخذك اتركني لعند بقى. جوري. بعد اهدي عني. شوي حبيبتي. خلص لا بقى تبكي يا حبيبتي. بعد ماشي؟ عني. اتركوني يلا بحالي. روقي. في عرض بمدرستنا، عرض مسرحي، رح ننتظرك حاج آغا. معقول ما نجي؟ أكيد رح نجي كلياتنا. شفت التدريبات، والله هالولاد كتير شاطرين ما شاء الله. أهلا وسهلا وسهلا زياد زياد آغا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيفك أنسة جيداء؟ منيحة، شكراً إلك. وأنتي منيحة؟ منيح. ليكي هيلين، ما قدرنا نعمل لك حفلة عرس، بس إذا بدك فينا نعمل حفلة عرس من أول وجديد، وطبعاً الأهم من كل هالشي وجودك بيننا. لا خلص انتهى العرس.
ما بدي غير سلامتك. صار لازم ترجعي لعند عيلتك. كل الضيعة ناطرتك هلأ، ولا تنسي أول كاسة حليب منك رح تكون لإلي. تكرم، بس أنا من بعد إذنه للحاج رح أحلب الغنمات بس كرمالك. خبرت عمي الحاج، خلص صار الوقت مناسب لحتى نفرح فيك. هيلين معها حق، صار الوقت لنشوف أخونا زياد عم يفتح بيته بين أهل ضيعته وناسه كمان. صار الوقت يأسس عيلة. نحن أخذنا القرار بهالخصوص. مزبوط، هذا أحسن قرار. أنت لازم تستقر زياد. هي أكبر أحلامي، وعروستنا بتجنن، وهن ناطرين خبر منا. الله يتمم على خير. طيب إذا ما في عائق ليش لا؟ شو اجتمعتوا وأخذتوا القرار؟ خلونا نطلع ومنفكر بالموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عم دور على طه مصطفى. من بنقول؟ إيه صح، مزبوط حكيك. تمام، اطلع على هذا الدراج، تاني دكان على ايدك اليسار من هون. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام زياد. أهلا وسهلا فيك. أهلين. خير يا زياد، لا تكون ضيعت طريقك بعد كل هالسنين. والله كتير حابب شوفك، بس صدقني كان في كتير عقبات طول هالسنين، بس وفيت بوعدي، قلت رح أجي وإجيت. أهلا وسهلا فيك، اسمح لي أعرفك على أبي. احترامي. تسلم يا ابني. هاد زياد اللي حكيت لي عنه، بصراحة لما حكيت لي عن شجاعته وقوته ما توقعت يكون بهالشكل بنوب. ما في داعي لهالحكي بابا. يلا زياد، طيب اشربوا شاي ما رح هون، أتأخر جيبوا لي عليك معكم أبي. أنا. وينك سعدو؟ لك وين رحت؟ دورنا عليك بكل مكان، وين بتختفي لحالك بدون ما تخبرني بهيك وقت؟ شو أنا أسير؟ بالله شو؟ لا مانك أسير، كنت أسير. أنا اللي خلصتك، دست على كرامتي لرجعك، بس بعمري ما شفتك جنبي. أنا يلي ببني وأنت يلي بتهدم، ولما أنا بفوز بتكون أنت فزت، مو هيك بتجي القوة. مفكر عدونا قوي وهزمنا؟ اسمعني منيح، من اليوم وطالع مشان نهزمهم لازم نتعب كرمال ما نخسر أكتر من هيك. هلأ ما ضل عنا عدو اسمه زياد، خلص شيله من راسك. راح على أنقرة، حط عقلك براسك، شوفك بس ارجع. بس من اليوم ورايح ما رح أقبل ولا فصل من فصولك، فهمت علي؟ يلا امشوا. والله اشتقت لك، وكل ما اتذكر ايام السجن بنتظرك، بقول لحالي اكيد رح يجي. شكرا، أنا بعمري ما نسيتك، بس الحياة صعبة، يعني ما عطتني مجال لا أفرح ولا أنبسط حتى. فقدت بدران على الطريق، ومهران فقد مرته،
ولما رجعت على البيت عرفت إنه جوز أختي عم يموت. مثل مو شايف كان الوضع كتير سيء. كأنه ما رح ترتاح بحياتك يا أخي. اجيت كرمال هالشي. بدي يكون بعيد عن ضيعتي وعن عيلتي كمان، وبدي اشتغل هون. إذا كان قرارك نهائي أكيد رح نوقف جنب بعض ونتساعد. لا تاكل هم بنوب، أنا جنبك. مو معقول، وين اختفى؟ لك لوين راح؟ خلينا ننفصل. ماشي. احكي مين انت ولا اللي مين انت ولا مين انت مين انت ولا
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.